اول حاجه برضو نرجع تاني فكره السي ليفل او المانجر ليفل. انا النهارده ممكن ابقى سي ليفل في شركه فيها 10 اشخاص، وممكن ابقى مانجر في شركه فيها 50,000 رجل. تفتكر الشباب اللي بيبقى عايز يوصل للسي ليفل او ان هو يوصل لمانجيريال ليفل، ايه الحاجات اللي بتبقى شايفها كومن بتمنعهم ان هم يوصلوا للحته دي؟ فهي في الاخر المسمى الوظيفي ملوش قيمه حقيقيه في ان انت تشوف انت فين في كاريرك. انت سؤال النهارده ايه البلاتفورم اللي انت واخده، ايه حجم المسؤوليات اللي عليك، ايه حجم الارقام، ده اللي بيحدد. انا النهارده ممكن تبقى البادجت بتاعتك كتيم ليدر في مكان ممكن تكون اعلى من البادجت بتاع السي او في مكان تاني. فانت ما تبصش على المسمى الوظيفي، بص على ايه حجم المسؤوليات اللي عليك، انت بتتعلم قد ايه حجم الميزانيه اللي انت بتديرها، ايه حجم النشاط اللي انت بتديره. اللي بيمنع الناس من الوصول علاقات. انت في الاخر عشان توصل في اي مكان في الدنيا لازم يكون ليك سبونسر جوه المكان. انت النهارده المكان ده هو مش مكان فاضي انت طالع فيه، انت طالع فيه ناس فوق، صح، وفي علاقات وفي سياسات في الشركه، وفي بوليتكس. مش كده ان هي الناس بقت بتستخدم البوليتكس او سياسه الشركات دايما بالكونوتيشن السلبي. هو كان البوليتكس مش هي سياسه زي ما اي سياسه الدوله. في سياسه في شركه، السياسه دي فيها شركه فيها مراكز قوه، فيها ناس بقى لها فتره، فيها ناس في ملفات معينه، في ناس في سياسات معينه. لو انت مش هتعرف تربط نفسك جوه الشركه بناس صح، مش هيبقى في حد في ظهرك، مش هتعرف توصل. يعني هي مش زي ما انت في دوله مش هتعرف توصل لو انت ما فيش مسار سياسي يوصلك، او كده لو ما فيش مسار سياسي في الشركه يوصلك للسي سويت ده مش توصل. فانت لازم تشوف ايه المسار بتاعك. مش المسار ده مش معناه اجان بوليتكس احسن منك تروح تعمل مشاكل. المسار ده ممكن يكون معناه ان انا اوكي الشخص ده انا شايفه مؤثر جدا، انا هشتغل معاه شغل رهيب وانا هوريه قد ايه شغلي مهم وهوصل بمجهودي. دي سياسه ان انت اعتمدت على سبونسر معين. في سياسه ان انا هعتمد مثلا اروح ابني مكان جديد، منصه جديده هتدخل فلوس الشركه. انا عايز ابان جوه ازاي؟ هل انا عايز ابان ان انا بدخل فلوس كتير؟ هل انا عايز ابان ان انا كلتشر كارير، ان انا مهم من ناحيه الثقافه المؤسسيه في الشركه؟ هل انا عايز ابان ان انا واحد بيقدر ياخد مخاطره اعلى؟ فالحاجات دي مش ايه انت النهارده ايه البوزيشن بتاعك في الشركه؟ مين اللي شايف البوزيشن ده؟ هتوصل التراك بتاعك، المسار المهني بتاعك جوه الشركه هتوصل ازاي؟ 1 2 3 هتوصل ازاي؟